We are super happy to have you. It's amazing. Thank you for coming to Harley Davidson to Santa Clarita. Into the air conditioning. Wagyu, come on inside. I love the color. Thank you. احنا بقى سوق كويس. بص ومعايا ميكي who I've really been a big fan of. احلى حاجه في الرحلات ديت ان انت تروح تاكل في الاماكن اللي زي دي، الاماكن اللي هي مش معروفه، the middle of nowhere بتاعه اللوكلز الجود اولد امريكانز. شويه كده بوش ابس على الارض، يعني احاول اعمل اي حاجه تفوقني. أنا في طريقي إلى لوس أنجلوس كاليفورنيا. كاليفورنيا بيبي. وكالعادة سأمتطي حصانا حديديا من هارلي ديفيدسون. وصلت لوس انجلوس امبارح الساعة 9 مساء، نمت وصحيت النهارده الساعة 7 وجاي استلم البايك بتاعي لأول مرة بأجر من مكان غير ايجل رايدر، من مكان اسمه رايدرز شير. ده عبارة عن بلاتفورم بيتجمع عليه الناس، بيوصل الناس ببعض. يعني لو انت عندك بايك ما بتستخدموش في الويك اند او في اسابيع معينة من السنة، تقدر تعرضه للإيجار على الويب سايت دوت. ميزته عن ايجل رايدر انه اولا السعر اقل شوية، بس الاهم من ده ان البايك مش ستوك. اغلب البايكس اللي بتاخدها من ايجل رايدر او يعني كلهم بيبقوا ستوك بايك، مفيش اكزوست، مفيش هاندل بار متعدل. انما من رايدر شير انت بتأجر من شخص عادي، وبالتالي بتاخد بايك يكون الاكزوست او البايك نفسه متعدل. فانا النهارده بأجر رود جلايد 2026 ليميتد عليه راين هارت اكزوست، وده هيكون رفيقي في هذه الرحله. يلا نروح نشوف البايك. كاثلين مش عايزه تطلع في الفيديو، لكن البايك اهو جميل 2026 ومتعدل، وعليه كمان شويه ستيكرز. لان زي ما بقول لك ده بتاع واحد، بتاع شخص، يعني مش بايك من ايجل رايدر، من مكان بتاع تأجير. وعليه اكشلي كروم وركس مش راين هارت، كنت فاكر عليه راين هارت، عليه كروم وركس which is even better. الصوت هيبقى ديبر وهيبقى احلى يعني. كروم وركس. You think I'm ready? Oh, you're ready. I'm ready. I'm ready. You look ready. What a sound! Magnifica! بعد ما سلمت البايك بدأت الرحلة رسميا، وانطلقت على انترستيت 5 في رحلتي السولو بالكامل. خلال ال5 أيام اللي جايين خطتي ان انا اقطع اكتر من 3000 كيلومتر عبر اجمل طرق كاليفورنيا. اول محطة هتكون سيكويا ناشونال بارك عشان اشوف الاشجار العملاقة، وبعدها هاي واي 395 المشهور والمعروف، ثم ماموث ليكس، ثم جون ليك، ثم يوسيميتي ناشونال بارك، اكتر ناشونال بارك بتزار في امريكا سنويا، ثم سان فرانسيسكو، واخيرا واهم جزء في الرحله الباسيفيك كوست هاي واي اللي بيكون بمحاذاه الساحل الغربي لامريكا. Love your bike. What? Love your bike. Love my bike. I love the color. Thank you. I like your bike. It's rented. What year? 26. But rented. Oh, it looks good though. لكن قبل ما ابدا الرحله كان لازم اعدي على 2 من اشهر الديلر شيبس لهارلي ديفيدسون في امريكا. ليدلا هارلي ديفيدسون واحد من اقدم الديلر شيبس اللي موجودين في كاليفورنيا، وهارلي ديفيدسون اوف سانتا كلاريتا المملوك للممثل المشهور روبرت باتريك المعروف بدور T-1000 في فيلم ترمينيتور. See Mr. Robert Patrick. Robert Patrick! You know where I came from? From Vietnam! As I told you, I flew all the way from Vietnam because this is where I live right now. I own a few Harleys between Dubai and Vietnam. And I said, you know what? I need to experience the real Californian roads. And I said I cannot start my trip without passing by Harley Davidson, Santa Clarita. Yeah, baby, here you are.
And thanks for coming by, And buddy. I was hoping to see you, and I'm super lucky to come and see you. Man, it's so great. I'm thrilled I'm here to see you. Thank you. And I can't wait to take you in and show you the store. I would love to. All the way from Vietnam. Absolutely. And he got the limited, the Road Glide I Limited. love it. It's a beautiful bike. Isn't it fantastic? It's the Cadillac of motorcycles. The I'm telling Cadillac, you, baby. on the road, On the it's road. smooth. Woo! I was at 90.95. Don't tell the police, please. Sorry for I that. won't do it. I won't do it. Okay, but the bike is super stable. I cannot believe it. The engine is amazing. Come on inside. Let's come into the air conditioning. Wagyu, come Let's on do it. inside. He's from Vietnam. How about that? I'm super happy to be here. We are super happy to have you. It's amazing. Thank you for coming to Harley Davidson to Santa Clarita. It's my Come pleasure. on in and get some refreshments. And my honor. I need it. And meet I all these absolutely- wonderful people. There's some Amazing. great Oh, people buddy. here. Nice to meet you. Glad to see you. Waggy. Hey, Jason. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to Hi, meet you. Michelle. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi to me and I. That's awesome, man. So how far have you traveled on the bike already? So not yet. I've done like 200 miles. Oh, that's it? I'm still going all the way to. I'm gonna do Sequoia, Yosemite, San Francisco, and then down the Pacific Highway. So when you do that, get a tag and it lets you in. You buy one tag. Okay, one for all the national parks. That's I'll right. do that. I'll do It's that. cheaper. Thank you. And we're looking at the new Super Glide. Super nice. I love this bike. احلى حاجه في الرايدات بتاعت امريكا الوقفه بتاعت البنزينه. بعشقها لان بتقابل احلى ناس، احلى ناس بيعشقوا هارلي وبيحبوا هارلي. وبعد سواقه على مسافه طويله تشرب الميه، طبعا ما ينفعش تبقى في امريكا وما تاكلش بيف جيركيز. انا بقول ان ده احسن سورس اوف انرجي وبروتين على الطريق، انك انت تاخد 100% بيف جيركيز. طاقه، بروتين، وميه كتير. كان عندي كوتش زمان كان يقول لي كل كويس، اشرب كويس، نام كويس، تلعب كويس. احنا بقى سوق كويس. وصلنا الليدلا هارلي ديفيدسون. مفيش حد بيعشق هارلي ديفيدسون وما اتفرجش على اليوتيوب ومش هيكون على الاقل عدى على فيديو واحد لمات ليدلا اللي هو الحفيد بتاع ليدلا اللي اسس هذا ديلرشيب، واحد من اقدم الديلرشيبس اللي في لوس انجلوس وفي كاليفورنيا اكشولي. It's a beautiful dealership يعني very modern وحجمها كبير جدا، وطبعا احلى البايكس. واو. يا اخي الواحد بيحس ان روحه بترجع له لما بيخش الديلر شيبس ديت، وعاملين نفس السيت اب اللي موجود بتاع التانكس اللي في الميوزيوم. سوبر نايس. How are you guys? Morning. The Enthusiast, the Liberty Edition. نزلوا الستريت جلايد الاول وبعدين الرود جلايد نزل بعديها بشهرين تقريبا. I think ان هم لقوا ان الطلب على الرود جلايد اكتر.
بين جوب هو نفس الستاندرد ولكن بين جوب مختلف يعني. It's very nice. اللوجو بارز لبره شكله حلو جدا يعني. It's a beautiful bike. كل ديلر شيب في امريكا وفي العالم ليه طعم مختلف، ليه شكل مختلف. كل مكان بتزوره ليه علاقه بهارلي بيديك فايب مختلفه. الفايب هنا طبعا فيري مودرن. الديلر شيب دي اظن اتجددت من حوالي سنتين او 3 سنين، فهو فيري براند نيو يعني لسه جديد خالص. انا هنا وصلت عند ليدلاز هارلي ديفيدسون زي ما قلت لكم، واحد من اقدم الديلر شيبس اللي موجوده في لوس انجلوس، ومعايا ميكي who I've really been a big fan of. I've been talking to him on Instagram for some time and we've been chatting, and Mickey has a channel called Mickey on Two Wheels. I love it because he's very structured, very composed. I love his opinion, especially on the Road King, because I hope it's coming back soon. Let's see if it comes back, but I hope so. And your opinion on the old bikes. And the one thing that I'm impressed with is the fact that you were able to get to remove the TFT screen off your bike and to replace it with analogs. I don't know how you did it, how you got yourself to do it on a new bike. Yeah. But you did it because this is how you like it, right? Yeah, well, luckily I work at a dealership, so when you unplug the infotainment system, you're gonna have a red security light on there. It's gonna warn you that, hey, things are unplugged. And so you just hook it up on a digital tech and you can go in there and you can toggle off infotainment. You can actually turn your infotainment off. Okay. So I have no issues. So all my wiring is still in there. So if you want to put it back, you can put it if back. I want to put my stereo back in, I can just plug it all in, hook it up to the digital tech, Okay. toggle back on infotainment, and everything goes back to normal. Wow. Okay. I'm gonna think about it. Although I have a Streetlight 24, so I don't know if I can remove the screen and put. Not on 24. I think it's not gonna work. I think it's not gonna work. Okay. Super cool. But man, I'm super inspired. Please pass my greetings and my appreciation to Matt, because he's a big inspiration for the community. And I'm telling you, you're super popular in the US, but I want to tell you that you have a very big fan base also outside the US. You've inspired me to start my own YouTube channel. I'm doing it in Arabic because I want to target the Middle Eastern communities. Yeah. I have no interest in the brand. I have no commercial interests. I am doing well in my other life. I'm just doing it for the love of the Bar and Shield and for Harley Davidson. Love the game, baby. Absolutely. And I'm going to send you pictures from the road. I appreciate it. Great. ورجعت مرة تانية على انترستيت 5. صحيح ان الطرق السريعة وظيفتها انها توصلك بسرعة، لكنها مش اكتر الطرق متعة. لكن اول ما خرجت منه ودخلت على طريق 178 بدأ السحر الحقيقي. المناظر حواليك كأنها سجادة ذهبية ممتدة بلا نهاية، وهي دي الأعشاب بتاعة كاليفورنيا الجراس اللي بتتحول للون الذهبي ما بين مايو وأكتوبر بسبب عدم وجود أمطار، وبتستخدم أساسا كمراعي للأبقار والأغنام. منظر بسيط لكنه مهيب بشكل يصعب وصفه. وقبل ما أوصل التريل اوف 100 جاينتس في سيكويا ناشونال بارك كان لازم أقف عند سكول هاوس جريل، واحد من الأمريكان داينرز الكلاسيكية في قلب اللامكان in the middle of nowhere. الغريب انه حتى ما فيش شبكة موبايل هناك، لكن ناس كتير ومنهم شباب التو لين لايف جيلن ولانس اكدوا لي ان هم بيقدموا واحد من احسن البرجرز في المنطقة، فطبعا كان لازم اجربه وانا في طريقي للاشجار العملاقة. School House Bar and Grill. Let's see. احلى حاجه في الرحلات ديت ان انت تروح تاكل في الاماكن اللي زي دي، الاماكن اللي هي مش معروفه in the middle of nowhere بتاعت اللوكلز الجود اولد امريكانز. فايب مختلف تماما، لان ده فايب حقيقي بقى، مش مطعم في مدينه دبي، الرياض، جده، نيويورك، لندن ومعمول بالشكل الامريكان. لا، ده الامريكان الحقيقي، ده الحقيقه، ده الواقع، ده اللي مفيش فيه اي تصنع يعني. بصراحة مود جميل جدا يعني. وده الطبق بتاعي، برجر مع بريوش وبطاطس بالبارميزان، يعني good old American food. Can be better.
وعشان اكون صريح معاكم وصلت لمرحله حسيت فيها اني خلاص تعبت ومش قادر اكمل. ودي واحده من اكبر مميزات السفر من غير حجوزات او جدول صارم. انا عارف وجهتي، لكن امتى هوصل، هقف فين، هنام فين، دي كلها حاجات بيقررها الطريق. ولما لقيت ان التعب بدا ياثر عليا قررت اني ما اضغطش على نفسي. فتحت Airbnb ودورت على اقرب مكان اقضي فيه الليله، وعلى بكره الصبح هنكمل طريقنا الى الاشجار العملاقه. بعد ما اكلت تقلت والجيت لاج بدا يكيك ان، لان طبعا ما نمتش كويس امبارح لان فرق التوقيت حوالي 12 ساعه عن هوتشي من. فلقيت نفسي تعبان جدا على الطريق، بقيلي 40 دقيقه على الكابن اللي انا واخدها في وسط سيكويا ناشونال بارك. انما التعب حل عليا جامد جدا. فطبعا انا لوحدي، وحتى لو مش لوحدك اي لحظه بتحس ان انت فيها الحواس بتاعتك كلها مش شغاله بالكفاءه الكامله لازم توقف البايك، تغسل وشك بميه. غسلت وشي بميه، عملت شويه كده بوش ابس على الارض، يعني احاول اعمل اي حاجه تفوقني. لازم افوق. Where do I park? Over here? Okay. Welcome. Thank you. Where did you drive from today? Well, I came from LA, Okay. but I actually flew from. So I'm Egyptian. Right. I live in Vietnam. And I flew from Ho Chi Minh, from Saigon to LA yesterday. You kidding me? Landed at 9, picked up the bike at 7, did a bit of a tour around the dealership, and I'm here. وادي النومه بتاعت الليله ديت. بصراحه غرفه جميله، هي اكشلي سويت، يعني فيو خرافي. حتى الحمام عنده فيو على رأي الراجل.